الفني اللي جاي؟ يعني هل هيكون حضرتك لغيت خلاص فكره التعاقد مع مدير فني برتغالي ولا ممكن يبقى برتغالي برضه؟ لا برتغالي لا خلاص بعد اللي حصل. طب انت عارف الراجل راح اشتكانا في السفاره وقال ان انا محتاج ان هو ابط عليه، بس حضرتك الحمد لله انهيت الموضوع ده خلاص والراجل خد. ما حصلش الكلام ده كله كذب. كله كذب يا بيه. طيب الاقرب مين يا سياده المستشار؟ الاقرب مين الفتره اللي جايه؟ 48 ساعه هقول لك. 48 ساعه. طب يعني ما يعني حتى لو جنسيته هيبقى ايه ولا لسه حضرتك ما؟ لا عندنا والله اسماء كثيره محترمه والله. في اسماء كثيره محترمه. وكنت اتمنى الناس اللي هم عماله تضرب في النادي يا ريت يقول لك ايه، اللعيبه سيئه بس غير رئيس النادي، المدرب فاشل بس غير رئيس النادي، وحتى امك رئيس النادي مش هتغير لما يجي له مزاجه. انتوا عايشين في وهم. انتوا تعالوا شوفوا الجمعيه العموميه عامله ايه. طيب يا ريت انا طلبت جمعيه عموميه قبلها 48 ساعه عشان انا ما العبش فيها 10000 واحد كده قاعدين في الجناين. هم عايشين في وهم. اما انت يا حرامي اقسم بالله لو وزير الداخليه ما حاسبك لدخلك السجن. طيب المدير الفني لمنتخب اوغندا ممكن يكون في الصوره يا سياده المستشار الفتره؟ كله في الصوره يا اشرف. كله في الصوره. اخيرا رزاق سيسي خلاص قررت انه اعاره الفتره اللي جايه بعد عوده كوفي؟ ان شاء الله احنا بنصفي مع نادي اسوان لان دول برضه اهلنا، والدكتور حسن صاحبي جدا وجاي يزورني، بنخلص معاه ان شاء الله باذن الله وهنعيره السنه دي ان شاء الله. وايشا بيونج نفس الكلام؟ لا 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 ده لا قاعد احنا هنخلي 4 اجانب السنه دي ان شاء الله. انا يعني كابتن مجدي عبد الغني قال 3 اجانب بس للفرق المصريه. قول له بقى مرة المانجا الفاصل اللي كلتها في بيت مصطفى في اسكندريه وما 4 هيبقوا 4. شيكابالا باقي يا سياده المستشار ولا هيرحل؟ شيكابالا باقي اذا هو عايز يمشي. الا اذا هو عايز يمشي. بالظبط. بص مفيش لاعب هقعده غصب عنه. ومفيش لاعب همشيه ولا عايزه. يعني الكلام الفتره اللي فاتت كان على شيكابالا ومحمد ابراهيم وهم طبعا يعني حد تاني. الله اخي اسمه ميدو هو اللي طلبني وقال لي شيكابالا جالي وعايز يبقى معايا في وادي دجله. تمام. ودي رغبته. ولقيت حسام حسن ثاني يوم قايل نفس الكلام. مفيش لاعب هيقعد. وبعدين الخد انا مش عايز شيكابالا ده بيلعب، ده الوحيد لاعب كل الماتشات. ده صحيح وهو يعني كابتن الفرقه. شيكابالا ما قالوش قبل الماتش بتاع العقد اللي قدامي اطلبه واقول له قول للولاد يا كابتن الفريق الراجل خلاص اتعمر ومشي مع الناس اللي تدفعوا له. قول لهم شدوا حيلكم انتوا رجاله وايا كانت النتيجه انتوا احسن فريق في مصر. طيب في لعيبه الفتره الجايه ممكن تنضم يا سياده المستشار، اسماء جديده ولا خلاص حاجه كده يعني؟ طبعا في 3 لعيبه لسه ان شاء الله. مفيش اسماء طيب لينا ولا ايه؟ ايه والله احنا بنشوف الشامي وعبد الله. عبد الله جمعه. والشامي وفي كابوريا. هل في مدافعين سياده المستشار؟ ما هو خلاص ممكن رجع. اسمه اسف اسمه كوفي رجع. كوفي يبقى عبد الله جمعه وكابوريا والشامي لاعب المصري. بالظبط. طيب في محمود علاء حضرتك دخلت في لا خالص لا محمود علاء بعيد. اخيرا سياده المستشار معلش انا قطلت على حضرتك، كابتن حسام حسن لسه في الصوره ولا خلاص الموضوع ده اتقفل؟ لا خلاص مفيش مصريين بقى. مفيش كابتن خلاص. حسام حسن يرضى يشتغل مع مدير فني اجنبي؟ لا خلاص حسام يعني انا طارق يعني بشكره جدا 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 انه راجل واقف مش اجنبي مدرب عام وده راجل مدير فني المخصصه والاسماعيلي والانت يعني طارق يحيى برضه. اكيد اسم كبير. وبعدين عندكم مره تسالوه ما هو بقى له 15 يوم معانا قولوا له مرتضى منصور عمره طلبك قول له طلبك. لا قول له عمره كلمك ولا طلبك. وايه المشكله يا سياده المستشار لما يكون في تواصل ما بين حضرتك وما بين المدير الفني او الجهاز الفني يعني؟ لا عشان الاعلام الفاسد يا اشرف. يقول لك الاستقرار حتى لو بتهزم اتغلب من كاس استقرار، اتحاد العاصمه استقرار، كاس البطوله الافريقيه استقرار، البطوله العربيه استقرار، كاس الاهلي هو خاصه استقرار. وبعدين يقول لك ايه شوف الراجل اللي نظر النادي اتهد يا راجل. طب انا باجي اغير اقول لك بقى مدرب ال 18 دخلنا في ال 19. احنا عايشين في مناخ قله ادب واللي مش هيحترم نفسه ياخد فيه كاس. اتمنى سياده